بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الميلادي الجديد. النهارده هنعمل مع بعض تورته بابا نويل، هنزينها مع بعض ونعرف ازاي الخطوات بتاعتها. تابعوا معايا الفيديو للاخر. المقاس ده مقاس 18، انا مجهزاه من قبلها بيوم. طبعا انتوا عارفين طريقة عمل الكيك، انا كنت عملتها معاكم قبل كده. الطريقة ديت الدقيق ده بالدقيق من العادي. ده جهزي انت الدقيق الاسبونشي عندك انت في البيت، عشان دقيق الاسبونشي بيكون غالي. الكيلو بحوالي وصل ل50 جنيه و48 جنيه. فانا بعمله انا عندي في البيت. المقاس ده مقاس 18، بعمله انا بكوباية وربع من الدقيق، عليهم ربع كوباية مية، وعليهم نص كوباية سكر، وعليهم 3 بيضات، ومعلقتين خل، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة محسن جل. محسن الجل بيخليها ترفع، وبيخليها زي الاسبونج الجاهز. انا هجهزها النهاردة، انا هعملها بلونين بس. انا هنستخدم اللون الاحمر واللون الابيض. بعد كده انت ممكن انت تعمليها انت عندك انت بألوان تانية. هحدد انا عندك البرنيطة بتاعت البابا نوي. هحددها انا عندك، انا حددتها انا بالابيض. وبعد كده هاخد شوية كريم شانتيه احط عليهم لون الاحمر. التورتايه ديت بتاخد كوباية كريم شانتيه عليهم نص كوباية مية، او نص كوبايه لبن. اللبن انا بتخليه انت متلج او الميه متلجه. الطريقه سهله وبسيطه، اعمليها انت عندك في البيت. التورتيه ديت بتتكلف كتير من بره، بتجيبيها انت غاليه من بره. اعمليها انت في البيت، مش هتكلفك حاجه. ده كده البرنيطه. انا هحدد انا العيون بتاعته، دي شوكولاته. بعد كده هعمل انا زي ما انت شايفه اهو. يا ريت اشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. هكمله انا بالابيض من قدام. بعد كده هزينه انا من تحت، واحدة بيضة وواحدة حمرا. ان شاء الله هنعمل مع بعض افكار جديدة وافكار حديثة. هكمل انا الطاقية بتاعته اهو زي ما انت شايفة اهو. وبكده يكون خلص معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.